مجال المطاعم والأكل البحري بالتأكيد. يسعدني يكون معنا مع أحد قصص النجاح في هذا المهرجان وهو الأستاذ خالد العوهلي. أمسي عليك بالخير أستاذ خالد وحياك الله معنا على شاشة السعودية. مساكم الله بالخير وحياكم الله ونمسي على المذيعين في الاستديو وحياكم الله. يعطيك العافية. حضرتك يعني لو تكلمني عن قصة نجاحك، بداية دخولك في مجال المأكولات بشكل عام. قصة نجاحي بدأت تقريبا من الصفر، أنا ويا أم عبد العزيز ابتدينا من البيت الحمد لله. بدينا بالطهي والأكلات الخليجية، الناس حبت شغلنا. بديت من أن نبيع في سوق العزيزية اللي على البحر على الكورنيش. من هناك تقريبا بدينا والحمد لله الحين أنا عندي 5 فروع مطاعم، واحد منهم من الرياض. ما شاء الله تبارك الله. طيب وقول يعني أكيد أنه واجهتكم عراقيل، عقوبات، صعوبات، كيف تحديتم هذه الصعوبات؟ الحمد لله يعني كانت في صعوبات بالبداية، أن الناس ما تتقبل الأمر هذه في الشيف السعودي، أن أول مرة يكون في شيف سعودي يبيع يعني الأكل الخليجي وهذا. بس الحمد لله الأمور تطورت والحين الحمد لله أمورنا الحمد لله تمام زينة. طيب لأنها تحب الأكل البحري ودنا نقول لها ونقول للسادة المشاهدين أبرز المأكولات البحرية اللي تشتهر في منطقة الخليج. الأكل الخليجي غني بالمأكولات الحلوة يعني، وفي قرب الشرقية من البحر يكون أكلهم تقريبا كله أسماك. عندنا مفلق الربيان هذا أساسي، عندنا موش الربيان، عندنا مطفي سمك وفي ناس يسميه مرق سمك، وعندنا المطبق زبيدي، هذا من الأشياء المهمة. ويعني من الأمور هذه يعني عدة أكلات يعني فيها منها أسماك وفي منها مو أسماك يعني غير الأسماك. الربيان. طيب كيف وجدت إقبال خاصة غير العرب لمأكولاتنا الخليجية تحديدا؟ احنا الأكل الخليجي يهتم بالبهارات والأشياء النكهات الجميلة، ولما يذوقونها يعني الأجانب ولا هذا يستمتعون في الأكل اللي قاعد يأكلونه، عشان كذا أكلنا يصير دارج عندهم. اي ما شاء الله. جميل. طيب ودي يعني مثلا حضرتك بما انك انت يعني صار لك يعني مجال فتره في مجال الطبخ الخليجي، نصيحه توجهها للشباب اللي حاب انه يدخل في مجال الطبخ وفي مجال المأكولات بشكل عام. موضوع الأكل والأكل الخليجي، الأكل عامة أنه يعني في مثل بحر كبير، بس لازم يكون يعني الشباب يكون عندهم حب لهواية الشيف أو حب للأكل وعشان يبدعون فيه. أنا أقول يعني الإبداع أن يطلعون من خارج الصندوق، لا يعني ما يركزون على شيء معين أو هذا، يكون يعني في أشياء يقدرون يسوونها ثانية، يعني يبتكرون أشياء جديدة في الأكل الخليجي. يعني تكون مثل الأطباق الرئيسية أو المعروفة وينتجون منها ويطلعون منها أطباق مختلفة. نعم. تعود إلى فكرة وابتكار كل شيف يعني. نعم صحيح. هو مثل ما قلت إذا صار شيف ويحاب مهنة الشيف والأكل وهذا يبدع فيها، يدخل مثلا السبايسي بالأكل، يزيد مثلا بهارات، يزيد كركم، يزيد شغله يعني يغير الطبق كامل يعني. اي ما شاء الله. فهذا يكون ابداع من الشباب انهم يطلعون لقدام بعد. بالتأكيد. كل التوفيق لك استاذ خالد ولكل المشاركين، يعطيك العافيه. حياك الله والساعه المباركه، حياكم الله يا اخي. اهلا وسهلا.